سيدي يحيى بن يونس، الوالي الذي جمع بين المسلمين واليهود في المغرب، بقلم الأستاذة فاتحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. يعتبر سيدي يحيى بن يونس المعروف أيضا عند اليهود بربي يحيى بن دوسة من الشخصيات الروحية البارزة في تاريخ مدينة وجدة والمغرب الشرقي، حيث تتلاقى حوله الروايات الدينية والشعبية بين المسلمين واليهود على حد سواء، ما جعله رمزا للقداسة والتقديس والتاريخ المشترك بين الطوائف المختلفة. يعتقد لدى المسلمين أن سيدي يحيى بن يونس كان معاصرا للمسيح عليه السلام، وأنه تنبأ بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما يجعلهم من الأئمة الذين يجب اعتبارهم مسلمين من حيث العقيدة والمكانة الروحية. وقد قضى الوالي حياته قرب بيت المقدس، وحملت الروايات الشعبية عنه مواقفا عديدة تعكس التقوى والصبر على الابتلاءات. فقد أصابه المرض في سنواته الأخيرة، وعندما شعر بالضعف امتطى ناقته وأوصى بأن يدفن في المكان الذي تتوقف فيه الناقة، وهو طقس ديني شائع بين الأولياء يعكس التواضع والخضوع لإرادة الله. لكن مريديه خشية تدنيس قبره أو نقله إلى المشرق عمدوا إلى إخفاء مكان دفنه، واتخذوا لأنفسهم مسكنا في غار قريب أطلق عليه لاحقا اسم غار الحريات، ليتمكنوا من البقاء بالقرب من الولي وممارسة الصلاة والعبادة والدعاء لأجله، وهو ما يعكس الروحانية العميقة والتقدير الكبير لمكانته بين الناس. من ناحية أخرى تسرد الروايات اليهودية هذا الوالي يعرف باسم ربي يحيى بن دوسة، وأنه ينتمي إلى يهود قشتل الذين هاجروا إلى مدينة وجدة بعد تعرضهم للاضطهاد في إسبانيا عام 1391. وتشير الرواية اليهودية إلى أنه عند وصوله إلى المنطقة احتاج إلى الماء للوضوء، فشق الأرض لتنفجر عين ماء جارية، وهو ما اعتبر معجزة حقيقية بين سكان المنطقة. ورغم محاولات بعض اليهود في وادي تيغيت ليكون شهودا على المعجزة، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بها، فدعا الله أن يشتت شملهم، ما يعكس أهمية الاعتراف بالقوى الروحية والمعجزات في التراث اليهودي الشعبي. وقد عاش ربي يحيى بن دوسة إلى أن حضره الموت، فقام بحفر قبره بنفسه، ووجد مكانه مغمورا بالتراب بطريقة غريبة، كما لو أن القدرة الإلهية حفظت جسده من الانكشاف، وهو ما جعله محط تقديس واحترام من قبل اليهود الذين يزورونه متنكرين أحيانا، أو عبر وسطاء من المسلمين يقدمون الهدايا والزيت للبيعة اعترافا بالقداسة المرتبطة باسمه وبركته، خصوصا فيما يتعلق بشفاء العقم، وهي واحدة من السمات المتكررة في الموروث الشعبي حوله. يزور المؤمنون المسلمون مقام سيدي يحيى في وجدة خاصة أيام الخميس والجمعة للتعبد والدعاء والزيارة والاعتكاف، في تقليد مستمر عبر القرون يعكس العلاقة الروحية المتينة بين المريدين والولي والوفاء بالعهود الروحية تجاهه. وتستمر الأساطير الشعبية المرتبطة بسيدي يحيى بن يونس في كونها مزيجا من الواقع الروحي والتاريخي والشعبي، حيث يحكى عن الصلوات المستجابة والأحداث الغريبة التي تحدث بالقرب من مقامه، كما أن المعجزات المرتبطة بعين الماء المباركة أو بزوال الأزمات الشخصية تنسب إليه. أما من الجانب اليهودي فإن طريقة زيارة المكان متنكرين أو عبر وسطاء من المسلمين تشير إلى احترام عميق لقداسة الولي، واعتراف بأن قوته الروحية تتجاوز الحدود الدينية التقليدية، وهو ما يجعله جسرا بين التراث الإسلامي واليهودي في المدينة، ويعكس التعايش الثقافي والديني في المنطقة. إنما يميز سيدي يحيى بن يونس ربي يحيى بن دوسة هو القدرة على الجمع بين الروايات الإسلامية واليهودية وبين الموروث الشعبي والطقوس الدينية المنظمة، مما جعله رمزا حيا للتقوى والقداسة في وجدة والمغرب الشرقي. لقد حافظت الأجيال على ذكره من خلال القصص المتداولة والزيارات المستمرة والأدعية التي تنقل من جيل إلى جيل، وهو ما يبرز دور الولي في توثيق الذاكرة الجماعية والحفاظ على التراث الروحي والثقافي للمدينة.
ويمثل المكان مركزا للزيارة والعبادة، ويعتبر رمزا للسلام والتعايش بين مختلف الطوائف، حيث يأتي الزوار لتقديم النذور والدعاء والطلب من الله عبر الوساطة الروحية للولي، سواء لشفاء الأمراض أو لتحقيق الأمنيات أو لبركات أخرى، مما يعكس الدور الاجتماعي الذي كان مسكنا للمريدين الذين حرصوا على حماية المكان من أي تدخل خارجي، وهو دليل على استراتيجية روحية متوارثة في حفظ أماكن القداسة، وتأكيد على العلاقة العميقة بين الولي وأتباعه. كما أن الحكايات الشعبية تؤكد أن الماء الذي ينبع من الأرض عند حاجته يعتبر معجزة مستمرة، وأن الولي قادر على حماية المريدين وتحقيق أمانيهم، وهو ما يزيد من قدسية المكان ويجعل الناس يأتون إليه طلبا للشفاء والبركة. على الرغم من مرور القرون، إلا أن مقام سيدي يحيى بن يونس لا يزال محاطا بالغموض والقداسة، ويعكس العلاقة بين الإنسان والمقدس وبين التاريخ والموروث الروحي، فهو لم يكن مجرد شخصية دينية، بل أصبح رمزا للتعايش بين الثقافات وحاضنا للقداسة المشتركة بين المسلمين واليهود في وجدة، وهو ما يبرز قدرة الموروث الشعبي على الحفاظ على ذاكرة المكان والثقافة، ويظهر كيف يمكن لشخصية واحدة أن تصبح جسرا روحيا بين الطوائف المختلفة. إن استمرار الزيارة والاحتفاء بالمقام والحكايات التي تروى عنه والبركات المرتبطة باسمه يجعل سيدي يحيى بن يونس ربي يحيى بن دوسة مثالا حيا على قدرة التاريخ والدين على تشكيل الروابط الإنسانية والاجتماعية في المنطقة. بشكل عام يمكن القول إن شخصية سيدي يحيى بن يونس ربي يحيى بن دوسة تمثل أحد أبرز الأمثلة على القداسة المتعددة الأبعاد، حيث تلتقي فيها الرواية الإسلامية واليهودية والتاريخ الشعبي والممارسة الدينية، لتشكل صورة شاملة للولي الذي تجاوز حدود الدين الواحد وأصبح رمزا للتعايش والاحترام والبركة في وجدة والمغرب الشرقي. هذا الجمع بين الروحانية والتاريخ الشعبي والديني يجعل من مقامه وجهة مركزية للزيارة والتقديس، ويبرز كيف يمكن للولي أن يلعب دورا ثقافيا واجتماعيا في تعزيز الروابط بين المجتمعات المختلفة وتحقيق نوع من الوحدة الروحية في قلب مدينة غنية بالتاريخ والموروث الثقافي والديني.